كان زمان ايام الرخص الناس بتشتري الجبنة من البقال. كان البقال ما عندوش حضارة وبيلف الجبنة في ورقة جورنال. سيد افندي ياكل الجبنة ويقرا الورقة اللي كانت فيها الجبنة. بعد سيد افندي ما كل جبنة بقى مثقف. من يوميها حب الثقافة، لقى طعمها زي طعم الجبنة البيضة، من غيرها الدنيا مش حلوة. ما علينا. سيد افندي بعد ما بقى مثقف بقت له افكار مختلفة. مراته بتقول له مرة: ايه رأيك في خالتي يا سيد؟ قال لها: لسانها زي السكر. قالت له: يعني ايه؟ قال لها: يعني لسانها حلو لكن مؤذي. مراته ما فهمتش. قالت له: انت بتتريق عليا يا سيد؟ قال لها: عيب انا اتريق عليكي؟ انت معلوماتك ناقصة. السكر حلو ولا مش حلو؟ قالت له: حلو. قال لها: تعرفي انه مؤذي ولا مش مؤذي؟ قالت له: السكر مؤذي في ايه؟ قال لها: ايوه، ده سؤال وجيه. اول مرة تسأليني سؤال وجيه من ساعة ما اتجوزنا من 40 سنة. يا سلام، 40 سنة متجوزين، مش حاجة عجيبة دي؟ مش حاجة ما حصلتش دي؟ قالت له: عجيبة في ايه يا سيد؟ ايه اللي عجيب في الجواز؟ سيد افندي قال لها: 2 مؤبد، بقالنا عايشين مع بعض فترتين مؤبد. المؤبد اللي بياخد حكم مش بيقعد 20 سنة؟ قالت له: اه. قال لها: خلاص، انا خدت حكمين، قعدت 20 سنة و20 سنة وراهم. صبر عظيم صبرت. ايه والله ودعت يا رمضان. ودع ايه؟ ده احنا لسه بنقول له حمد لله على السلامة. سلامة؟ سلامة مين؟ ده خلص خلاص. انت هتجنني يا راجل، انت خلص ازاي؟ هو فاضل فيه ايه؟ كتير لسه. لا وحياتك ما فاضل منه غير 3 ايام بس مش بقولك ده شهر عدده يفوت زي الهوا. طب الحق امال هات لنا النقل قبل ما يخلصوا اليومين اللي فاضلين. لا ايه؟ ما انتش عارف النقل؟ الجوز واللوز والبندق والصنيبر، وما تنساش تجيب لنا القطايف والكنافه. ومفيش حاجة تانية؟ وانت في السوق افتكر هات لنا. ولا افتكر ولا حاجة، انا شايف ان الحاجات دي ملهاش لازمة. اما انا ادرى